لما كنا نفوت على اخوالي نفوت لازم نبوس الايد. طبعا انت اليوم هسه بتقول خالي من خالي. من اراد ان يطيل الله في عمره فليصل رحمه. يعني هي طولة العمر ووسعة الرزق هي من صلة الرحم. حسبي الله ونعم الوكيل باللي يقطع رحمه، وصلة الرحم مربوطة في عرش الرحمن. واقع صعب جدا يعني، عرفت كيف؟ يخليك انك حتى اقرب الناس اليك تشوف بالمناسبات، مش زي زمان تروح كل شوي تتفقد وتسأل عنه وكذا. عندك مثلا الاخوان على شقفة ارض دار تلاقيهم يذبحوا بعض زي هيك، كل واحد راح بجال. بس يكون معك مصاري وتلاقي المملكة كلها عندنا بالبيت، بس يبطل كل واحد خلص بحاله. المال صار يخلي الرجل يقطع اخته او بنته مشان ما يورثها. يعني الواحد عن جد يعني بس ينقطع صلة الرحم بحس حاله انه ما له حدا، ما له ظهر، ما له ناس. يعني ما في بعد الأهل صراحة، بس هاي الكلمة يعني ولا إشي بالحياة بيغني عن الأهل. في حدا انه يوقف مع حدا، انه اقارب تحتاجهم يحتاجوا، لا ما في هذا الحكي، كل حدا خلص لحال. برأيك في تغيير بصلة الرحم بين الماضي والحاضر؟ والله حاليا على التواصل الاجتماعي صار اختصروه على الواتساب وعلى التلفونات. يعني حلت مشكلة انه صار واحد يحكي تلفون مع اخته، مع الناس يهموه قرايبه، ممكن يعني يكفي تلفون، بس هو صدقا لا يكفي. يعني المجالسة مع الأهل، مع الأخوان، مع الأخوات بفرق كثير. أما التلفون يعني واحد خارج البلاد ممكن تتواصل معه، أما يكون جارك وتحكي معه تلفون والله كيف حالك؟ يعني ما مش مضبوطة، صح؟ صلة الرحم كثير يا أخوي. الأم والبنت والخالة والعمة والجدة ولا ربائبكم وفي بيوتكم، وصلة الرحم قوية يا أخوي. فالإنسان إذا وصل رحمه هو بخير. إذا كان هناك بعض القرى فقد واحد رحمه ما راح عليه ربنا سبحانه وتعالى لا إله إلا هو يقطع هذه القرية من الشتاء. صلة الرحم مربوطة بالعرش، بصلة العرش. وإشي عظيم إنه الواحد يصل رحمه ويودها، ولو إنه بشي بسيط، ولو إنه بكلام، بس بكلام بدون ما يودي لها شيء، بدون ما يحمل لها شيء، بدون ما يعطيها شيء، بس بكلام السلام عليكم أو كيفك يا أختي أو كيفك يا أخي بنتي أو كيفك يا أمي، أو يروح يزور أمه يبوس يديها يبوس راسها إلى آخرته. هاي صلة الرحم. واحد من الناس اللي عندي محل دوامي 14 ساعة في اليوم، ومن كثر الضغوطات والالتزامات اللي علي حتى ما بلحق اني اشوف والدتي، بروح بلاقيها نايمة، عرفت كيف؟ فاصلا صار تشتت عائلي كامل. بطلت الناس قلبها على بعض زي زمان، خلص انه بطل كل واحد قلبه على الثاني، لا خلص كل واحد همه هلا اهله اهل بيته وخلص، ما بيهمه اللي برا مثلا قرايبينه جدته هيك. لا انه اول يعني تلاقي الواحد كان يصل اهله، يصل خواته، يصل هذا. الايام هاي بطل الواحد يدوب يفوت اداره وما يصل حدا. لا شو الاسباب؟ اسباب مشاغل الدنيا اللي غرتهم حياه الدنيا هاي، صار اشغال. السوشيال ميديا ما خلت صلة رحم. كان الناس زمان يزوروا بعض، يروح عند ارحامه، يروح يجي، هسه كله على الفيسبوك او وسائل التواصل الاجتماعي. فكثير اختلف الموضوع عن اول كثير. بينما الوقت الحالي صار لا، في جفا، في بعد. هلا في اسباب كثير بتكون بالبعد، ممكن يكون البعد الجغرافي او البعد المكاني او البعد كمان بين شغله الميراث بتصير بتاثر على الموضوع كمان بين الاخوه، انه مثلا الاخ بحرم اخواته، بحرم اخوانه من الميراث، فبصير قطيعه. فالقطيعه هاي بتاثر شوي في العلاقه الاسريه، احيانا بتكون موجوده. في تغيير كبير يعني بين الماضي والحاضر. يعني كانوا الناس يعني بسيطين أكثر، قلوبهم مع بعض أكثر، بيفكروا ببعض أكثر. هلا تغير، يعني كل شيء تغير. يمكن انشغالاتهم، الحياة الصعبة اللي عايشينها. صارت الناس انه اكثر شيء بس انه تهتم لحالها، اللهم نفسي. زمان كان عندنا الاهل والقرايب شيء اساسي، هلا في منه هذا الحكي. يعني انا ما بعمم، بس يعني اقل شوي. انت برايك في تغير بصلة الرحم بين الماضي والحاضر؟ اكيد. يعني زمان كثير كانوا يوصلوا الرحم، هلا ما في حدا بوصل الرحم. كيف يعني كانوا زمان هلا لا؟ يعني كانوا يزوروا خواتهم، كانوا يزوروا اهلهم، هلا وهسه ما في حدا بيزور يعني قليل جدا قليل. طب شو الاسباب الرئيسيه لانقطاع صلة الرحم؟ ممكن المشاكل، وبعدين كل صار موظفين. واحد لما يرجع من شغله بتحكي انه انت فاضي اجيك ولا مش فاضي اجيك. يعني في طرفين،
يعني السبب مش سبب من جهة واحدة، كمان من المستقبل انه يكون مشغول، يعني موظف او انه مضي فترة 8 ساعات بشغله بده يرتاح، صح. تيجي تقعد عنده كمان انت خليه بشغله، صح. في يوم الجمعة بتلاقي انه الستات اللي عندها غسيل اللي عنده كذا، الا بالمناسبات، انه صار عنده مناسبة زواج، مناسبة خطبة، مناسبة عزومة عزم الاهل، هي هذه الجمعة. ما نقدر، صارت بالشهر مرة يعني اغلب الناس. شو بتوجه رسالة لقاطعين الرحم؟ يوركم من الله، شو يعني ربنا وصى فيها يعني وصلة الرحم. شو الأسباب الرئيسية اللي بتحث على انقطاع صلة الرحم؟ في أسباب طمع. يعني أراضي موجودة، الأراضي الموجودة بده الرجل لأبنائه ليس لبناته، لأن بنته مجوزة مع الآخرين. إذا أنه مثلا بعقليته هو، إذا أنه مثلا بده يعطيها يحط باسمها يقول تملك من ملكنا هذاك الرجل. فهذه عادات سيئة وغير مقبولة شرعا عند الله. أنا بقول يعني حتى لو كانت ظروف عملك صعبة أو كانت ظروف الحياة عليك قاسية، يعني لو كل فترة وفترة تفقدت لو بالتليفون، رنيت تليفون وتفقدت قرايبك وسلمت عليهم وكذا، بيكون وضعك يعني مش أحسن من القاطع. يعني حتى لو ما قدرت تزورهم بالتليفون، اليوم صارت على مواقع التواصل الاجتماعي. خلينا نحكي من ناحية دينية، إنه صلة الرحم هو إشي كتير مهم، ربنا وصى فيها، رسولنا وصى فيها. يعني قد ما انشغلتوا قد ما الحياة لهتكم ما تقطعوا عائلتكم قرايبكم، خصوصي هذا الحكي يعني للرجال اللي عندهم خوات، امك، اختك، خالتك، عمتك، فحاولوا قد ما شغلتكم الدنيا ما تنسوا. والله الواحد يا عمي اذا بده الله يفتحها بوجهه ويرزقه ويصل رحمه، عمي ما له غير رحمه، صلة الرحم، تصل رحم ربنا بيصلك. اللي عنده اخت هذا يهتم فيهم، حرام لانه بالنسبة لنا نتبع الدين، القرآن الكريم، شايف كيف؟ نتبع الدين، ومن ثم أن صلة الرحم بصورة البقرة موجود، إنه على وللذكر مثل حظ الأنثيين، وفيها وعماتكم وخالاتكم وجداتكم وكل شيء فيها موجودة. شايف كيف؟ هذا الحكي انه بعض الناس هذا ما بيعرف الحكي هذا، ليش؟ من ابوه، خلفية ابوه، خلفية جده، خلفية اللي حواليه، البيئة، يعني على البيئة او العادات اللي تربى عليها. البيئة وشو بساوي؟ البيئة هي ملعونة والدينا. يعني هسه روح عند بيئة كلها حرامية وابنك بده يصير حرامي مثله، إذا أقلم معهم. يعني روح عند ناس ذكيين يقرأوا القرآن، يفسروا كل شيء، يحكوا يعني بالخير، يحكوا بالتحديث الصلة وكل شيء، فما لا هو يكسب منهم ويتعلم، يروح على رحمه، يروح يشوف بمن الله ويطمئن عليهم، حتى ولو كان ما معك شيء روح عليهم. صوت عمان.